اسمعني جيدا. كل حاجة تعتقد انك مش قادر عليها، او كل حلم قلت انا مش مستواه، او كل مرة قلت فيها على نفسك عادي، انت كاذب على نفسك. وفي الدقايق الجاية هقولك ليه. في دراسة نشرتها جامعة ستانفورد اتضح ان معظم الناس يستخدمون اقل من 40% من طاقتهم الذهنية والجسدية الحقيقية في حياتهم اليومية. 40% يعني انت تعيش على اقل من نص نفسك. السبب مش كسل ومش ضعف ومش قلة موهبة. السبب شيء واحد فقط: انت لا تصدق نفسك بما يكفي. النهاردة مش هقولك صدق في نفسك وبس، دي كلام فاضي. هقولك ليه انت اقوى مما تظن، وكيف تثبت لنفسك انك قادر. دماغك مبرمج ضدك، وده مش عيبك. الدماغ البشري عنده وظيفة أساسية واحدة: إنه يحميك من الخطر. ومن آلاف السنين الخطر كان الأسد والجوع والموت. المشكلة دماغك النهاردة مش بيفرق بين الأسد وبين فكرة إنك تبدأ مشروع جديد. كل ما حاولت تعمل حاجة كبيرة دماغك صرخ: خطر، وقف، اتجنب. وانت سمعته. الخبر الكويس: هذا الصوت مش حقيقي، هو مجرد نظام قديم مش محتاجه في القرن 21. الدليل: انت فعلت المستحيل قبل كده. فكر معايا دلوقتي في لحظة في حياتك مهما كانت صغيرة واجهت موقف صعب وعديت منه. ربما مرضت وشفيت، ربما خسرت وقمت تاني، ربما خفت وكملت. ده انت اللي كمل وهو خايف، اللي وقف وهو تعبان، اللي حاول وهو مش متأكد. قوتك مش في الأوقات السهلة، قوتك في إنك لا تزال هنا. الفرق بين اللي نجحوا واللي ما نجحوش إن الناس الناجحة مش أذكى منك ومش أحسن منك، مش عندهم موهبة أكتر منك. الفرق الوحيد هم استمروا بعد ما وقفت انت. إيلون ماسك أفلس 3 مرات قبل ما يصبح أغنى راجل في العالم، وأوبرا طردوها من أول وظيفة ليها في التلفزيون. المشترك بينهم مش الموهبة، هو القرار إنهم يستمروا. وده قرار انت كمان قادر تاخده. خطوة واحدة دلوقتي مش بكرة. عايزك تعمل حاجة واحدة بس بعد الفيديو ده: اكتب في ورقة أنا قادر على، واكتب 3 حاجات كنت بتقول عليها مستحيل. مش لازم تصدقها دلوقتي، بس اكتبها، لأن الكتابة تبدأ تقنع عقلك الباطن، والعقل الباطن بيشتغل 24 ساعة على اللي انت كتبته. ده مش كلام دين تنمية، ده علم أعصاب مثبت. خليني أقولها لك بوضوح: الحياة اللي بتحلم بيها مش بعيدة عنك، هي مجرد نسخة منك أكثر جراءة، نسخة منك قررت تصدق نفسها. انت أقوى مما تظن، مش لأني بحبك أو بشجعك، لأن الأدلة موجودة في حياتك. اللحظة دي اللي بتشوف فيها الفيديو ده ممكن تكون نقطة التحول، بس بشرط واحد: إنك تقرر إنها تكون كده. لو الفيديو ده وصلك ولو بشيء صغير، اعمل سبسكرايب وشارك الفيديو مع شخص محتاج يسمعه النهاردة. شوفني في الفيديو اللي جاي.